السلام عليكم. النهاردة جايبلكم واحدة من أبشع القضايا اللي حصلت في القاهرة. قضية محدش كان يتخيل إن اللي وراها يكون الشخص ده، واللي حير رجال الشرطة لفترة طويلة يكون واحدة ست. القصة دي بدأت من كام سنة. كان في راجل كبير اسمه الحاج رشوان، تاجر أخشاب معروف وصاحب سمعة ونفوذ في السوق. مراته اتوفت وسايباله ولدين كبار وبنتين. الحاج رشوان كرس حياته كلها لأولاده، وكان شرطه الوحيد إن البنات يتجوزوا ويعيشوا في نفس العمارة اللي هو ساكن فيها. وبالفعل بنى بيت كبير كل دور فيه شقة لأولاده. محمود الابن الكبير اتجوز بنت جميلة اسمها حسناء، والبنات كمان اتجوزوا وسكنوا كلهم في نفس العمارة. وهنا بدأت الغيرة. ليه؟ لأن الحاج رشوان كان بيهتم بحسناء زيادة عن اللزوم، يمكن أكتر من بناته نفسهم. كان بيدخلها في شغل في التجارة معاه والعقارات، وده خلى البنات وزواجهم يغوروا منها. لكن حسناء كان عندها هاجس. جوزها محمود عينه زايغة شوية وفلوسه كتير، وخافت في يوم يتجوز عليها، فعملت خطة تقنعه ياخد فلوس من أبوه ويشتري شاليه خاص بيهم بعيد عن العيلة. وبالفعل خدوا الفلوس واشتروا شاليه. لكن الصدمة اللي حصلت، محمود مات في حادثة وهم راجعين، وحسناء اصابت بإصابات بسيطة. بعد وفاة محمود الحاج رشوان قرر يلم العيلة حواليه، يهتم بأحفاده ويعزمهم على الفطار والغدا والعشاء خصوصا في رمضان. لكن بعدها بفترة حصلت الجريمة الكبيرة. وهو راجع من صلاة الفجر، واحد مجهول على موتوسيكل هجم عليه وأنهى حياته. الشرطة بدأت تحقق. في الأول شكوا في واحد من تجار الأخشاب المنافسين، بعدين في ابنه التاني علاء، لكن طلع بريء. لحد ما وصلوا لمعلومة غريبة. الحاج رشوان كان بيروح شقة سرية مع واحدة ست منقبة محدش عارف هي مين. بعد تحريات طويلة الشبهات كلها راحت ناحية حسناء مرات ابن المتوفي. في الأول أنكرت، لكن بعد ما اكتشفوا تحويلات فلوس من حسابها الشخصي لواحد اسمه فتحي ده مسجل خطر، انهارت واعترفت ان الحاج رشوان بعد وفاة ابنه بدأ يضغط عليها ويدخل بيتها بحجة انه بيهتم بالاحفاد، وانه كان بيستغل ده وعايز يدخل معاه في علاقة غير شرعية. بتقول في الاول صدته، وبعدها خافت يفضحها او يحرمها من الميراث، فاضطرت تستجيب له. وكانوا يتقابلوا في الشقة دي وهي لابسة نقاب علشان محدش يعرفها. لكن مع الوقت حسناء كرهت نفسها وقررت تتخلص من الكابوس ده، فاتصلت بواحد اسمه فتحي واتفقت معاه يخلص لها على الحاج رشوان. وبالفعل نفذ الجريمة وهو خارج من المسجد. الشرطة قبضت على حسناء واعترفت بكل التفاصيل، وقبضوا على فتح بعد مطاردة طويلة. القضية اتحولت للمحكمة، والنتيجة فتحي خد حكم بالإعدام، وحسناء اتحكم عليها بالسجن 15 سنة. القضية دي يا جماعة من أبشع وأغرب القضايا اللي ممكن تسمعوها. ليه؟ لأن ده راجل كبير المفروض يبقى سند لعيلته، لكنه وقع في أسوأ خطيئة. وزوجة كان المفروض تحافظ على بيتها وأولادها، لكن اختارت طريق غلط. في الآخر كله ضاع، حياة وسمع وفلوس. وعلينا نتعلم إن اللي بيبدأ بالغلط نهايته عمرها ما هتكون صح. لو القصة دي شدتكم واستفدتوا منها ما تنسوش تسيبولي رأيكم في الكومنتات. ايه أكتر حاجة لفتت نظركم في الحكاية دي؟ استنوني في فيديو جديد وحكاية أغرب وأقوى، وساعتها هنكشف مع بعض أسرار محدش يتوقعها. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. سلام.